اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معانا النهارده بقى يا حبايب قلبي ايه كده؟ معايا الرز البسمتي اهو، كوبايتين من الرز البسمتي نقعاه ميه. انا طبعا الرز البسمتي ده هعمله اول مره اعمله معاكم هنا في الفخار. معايا بقى كمان معايا معلقه من الصلصه، حابه تستغني عنها ماشي. ومعايا كمان نص معلقه من البابريكا ورشه قرفه، ومعايا توم باودر وبصل باودر والملح، ومعايا مكعب مرق الدجاج حابه تستغني برضو عنه ماشي، بس بيدي طعم رهيب فيه. ومعايا هنا نص معلقه من الكركم، وما تكتريش عشان ما يمررش معاكي. ومعايا برضو نص معلقه من الكاري، وكمان عودين 2 بس من القرنفل اهو. شكل القرنفل اهو صغنون جدا اهو. 2 بس، ما تكتريش برضو منه عشان برضو ايه ما يمررش معاكي. و2 ورق لورا، وعود 1 بس من القرفه. ولو انت عندك الليمون اللي هو المجفف حطي 2. حط طبعا الماده الدهنيه. هنزل بقى بالورق اللورا والعودين القرنفل والقرفه، مجرد بس ما ريحتهم تطلع بس كده هنزل عليهم ب4 كوبايات من الميه. الرز البسمتي لكل كوبايه رز بتاخد كوبايتين ميه او شوربه. الريحه بس كده هتطلع هنزل على طول ايه بالميه والشوربه اهو كده. خلاص الريحه طلعت، هنزل بقى كده بالراحه، بسم الله كده بالراحه. بحط بقى انا هنا طبعا انا عامله في الطاسه مش عامله في حله، علشان طبعا هنقلهم في الفخار. الميه بقى تغلي وهنزل بقى بالتوابل. خلاص بعد ما الميه غليت يفضل برضو ان انتي تحطيها سخنه على طول عشان يبقى ايه اسهل لك برضو، لكن انا ما كانش عندي ميه سخنه جاهزه فحبيت ايه ان انا اغليها كده اهو. نجيب برضو الصلصه، مجرد بس كده ما يدوبوا ونحطهم بقى في الفخار مع الرز كده. خلاص كل المكونات دابت اهي في قلب الميه. عليه بقى يلا على طاجن الفخار. الطاجن اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا صفيت الرز من الميه. لو انت برضو مستعجله ومش هتقدري تنقعيه عادي جدا اغسليه وابدأي على طول اهو. نوزع بقى الرز بتاعنا كده، نجيب بقى الميه اللي احنا عملناها او الشوربه. يلا كده نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. في حبه هنا كده اهو. نقلبهم بقى كده كويس جدا، ونجيب بقى ورق سلوفان، ورق زبده اللي متاح عندك، غطا ينفع جدا عادي. اجيب بقى ورق سلوفان واغطيه وندخله الفرن. نحط بقى الورق نقفله كويس جدا. طبعا الفرن لازم يكون شغال قبلها طبعا عشان يبقى سخن، عشان احنا هنخلي درجة الحرارة بتاعته تكون ايه متوسطة كده. خلاص بقى هو اخد بالظبط معايا نص ساعة. شايفة بقى الجمال والبخار بتاعه تحفة وخطير اهو. طالع معايا مفلفل وزي الفل اهو زي ما انت شايفة كده يا قمر. نغرفه بقى كده مع بعض في الطبق. نجيب بقى كده ونغرف على طول. خدي بالك بس اهم حاجه تكوني لابسه ماسكه بحاجه طبعا تكون ايه قطنيه كده، علشان طبعا الفخار بيبقى سخن جدا. حبايب قلبي يا رب يكون طريقتي في الرز عجبتكم. يا ريت بقى ما تنسيش اللايك، واتمنى برضو انك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.